أمي توفت وأنا عندي 14 سنة. قبل ما تموت قالت لي عن الذهب بتاعها: دي بتاعتك، اوعديني يفضلوا معاكي. وأنا وعدتها. مجموعة أمي ما كانتش ضخمة، بس كانت قيمة جدا. القيمة الحقيقية إن كل قطعة كان عليها بصمات أمي. كل قطعة كان فيها ريحة برفانها لما أفتح العلبة. أبويا كان شايل المجوهرات في خزنة أوضة نومه بعد ما أمي توفت، وقال لي: هتبقى بتاعتك في يوم. لما بقيت 17 سنة، أبويا اتجوز واحدة اسمها دينا، وكان عندها بنت في نفس سني اسمها بسمة. دينا كانت لطيفة في الأول، بس كنت بشوف نظراتها لحاجات أمي: اللوحات، الأساس، الذهب. كانت نزلت تقييم للحاجات من أول يوم دخلت فيه البيت. لما بقيت 21 سنة، طلبت من أبويا المجوهرات. بدأ يعمل أعذار وقال لي: هشوف إمتى نظبط الموضوع. وتقريبا لحد دلوقتي بيحاول يظبط الموضوع. كل ما أفتح الموضوع يقول لي إن دينا شايفه إن الأفضل تفضل في الخزنة عشان الأمان. السنة اللي فاتت بسمة اتخطبت، حفلة وفرح متكلف، وطبعا كنت نايمة في بيت أهلي عشان أساعد في الخطوبة. نزلت المطبخ الساعة 12:10 بالليل، وسمعت دينا وأبويا بيتكلموا. لقيت دينا بتقول: القلادة الألماظ هتبقى تحفة على بسمة. أبويا قال لها: بس دي المفروض بتروح لبنتي. دينا معجبهاش الكلام وقالت: ما هي أصلا ما بتلبسش دهب، مش هتحس لو قطعتين راحوا، وممكن نقول لها إنهم استعارة، ممكن تبقى هدية فرح تجنن. أبويا سكت، والسكوت ده قال لي كل حاجة. هو مش هيحارب عشاني. تاني يوم الصبح طلعت على جواهرجي متخصص في نسخ المجوهرات، إكسسوارات سينمائية بنفس الشكل بالظبط، يقدر يعمل نسخ طبق الأصل تخدع أي حد. الجواهرجي عمل لي نسخة من القطع كلهم ب2000 جنيه. كانوا طالعين يجننوا. عيد ميلاد أبويا كان فرصتي. عزمتهم على العشاء عشان يفضلوا برة البيت 3 ساعات. قلت لأبويا: نسيت حاجة في البيت وهجري أجيبها. وأداني المفتاح من غير ما يفكر. بدلت القطعة بسرعة ورجعت المطعم ولا حد شك في حاجة. الفرح بتاع بسمة كان بعد 4 شهور. دينا اديتها القلادة والحلق عشان مناسب على الفستان، والغوايش هدية الجواز، واحتفظت بالباقي لنفسها. أنا قعدت في القاعة بتفرج على بسمة وهي لابسة من مجوهرات أمي. الكلام ده كان من فترة. الأسبوع اللي فات أبويا كلمني، لقيته بيقول: دينا أخدت شوية من مجوهرات أمك عشان تقيمهم. هي وبسمة كانوا بيفكروا يبيعوا كم قطعة. الجواهرجي قال إنهم تقليد كلهم. أنا رديت عليه وأنا بحاول أعمل نفسي متعصبة: وليه عايزين يبيعوا؟ أنت كنت عارف بالموضوع ده. دينا مسكت التليفون وهي عايزة تغير الموضوع: في حد بدل الذهب؟ الأصل ضاع، أنتِ اللي أخدتيهم؟ رديت عليها بكل برود: وأنا هاخد مجوهرات أمي ليه من خزنة ماليش صلاحية أفتحها؟ بدأت تصرخ إنها تجيب الشرطة وتعمل بلاغ سرقة. قلت لها: روحي اعملي بلاغ في الشرطة، قولي لهم إنك كنتِ بتحاولي تبيعي دهب أمي المتوفية، وأنتِ اديتيه لابنتك من غير إذنها. وريني بقى الشرطة هتعمل معاكي إيه. هي قفلت السكة في وشي، وأبويا ما اتصلش من ساعتها. المجوهرات الحقيقية دلوقتي في خزنة باسمي في البنك، كل قطعة متسجلة ومتأمن عليها وموجودة في المكان اللي أمي كانت عايزاه بالظبط، معايا.